يعتقد الكثير من الناس أن حرق النفايات يعني ببساطة إشعال النار في القمامة، لكن العملية الحقيقية أكثر تعقيداً بكثير من ذلك. في البداية لا تحرق النفايات في العراء، بل تفرغ داخل مخزن نفايات مغلق بالكامل، حيث يحافظ على المكان تحت ضغط سلبي، مما يسمح بسحب الروائح مباشرة إلى المحرقة والتخلص منها عبر الحرق، وبالتالي يمنع تسربها إلى الخارج. وعادة ما تبقى النفايات داخل المخزن لعدة أيام بهدف تصريف الرطوبة الزائدة منها. بعد ذلك تقوم رافعات ضخمة تشبه المخالب بالتقاط النفايات وإلقائها في قادوس التغذية ليتم إدخالها تدريجياً إلى داخل المحرقة. وداخل الفرن قد تصل درجات الحرارة إلى أكثر من 1000 درجة مئوية، مما يؤدي إلى احتراق النفايات بسرعة وكفاءة عالية، بحيث لا يتبقى سوى كمية صغيرة من الرماد، وهو ما يساهم في تقليل الحجم الإجمالي للنفايات بأكثر من 90%. ولا تقتصر هذه العملية على التخلص من النفايات فحسب، بل تستخدم أيضاً في توليد الطاقة، فالحرارة الهائلة الناتجة عن الاحتراق تمتصها المياه داخل الغلاية، فتتحول إلى بخار عالي الحرارة وعالي الضغط، ويقوم هذا البخار بتشغيل توربين متصل بمولد كهربائي لإنتاج الطاقة، ويمكن لحرق نحو 1000 طن من النفايات أن يولد أكثر من 300 ألف كيلووات في الساعة من الكهرباء، وهي كمية تكفي لتزويد مجتمع صغير بالطاقة لمدة يوم كامل.